بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال وكل اموركم تمام يا رب. النهارده ان شاء الله نعمل مع بعض غدا بسيط كده. انا هنا حطيت ملح على البصله، احط شويه فلفل اسود. بسم الله الرحمن الرحيم. غدا سريع وبسيط كده اهو. بتاع مش عايزه تنزل. حطيت ملح وشويه فلفل اسود اهو، وعندي فرخه غسلاها حلوه قوي ومصفياها من ميتها ونقعها. طبعا انتوا عارفين كلكم غسيل الفراخ. هتبلها بقى ايه بيها. بسم الله الرحمن الرحيم. امسكها بقى ايه، اتبلها حته حته كده وتحت الجلد وكله. بصوا الجلد انا بخلعه ازاي منها اهو، انا بغسله بفك الجلد ده كله اهو كله من كل حته. هتبل بقى تحت الجلد واتبل الفرخه حلوه قوي وارجع لكم تاني، لان انتوا عارفين انا ما بعرفش اصور على الاستاند جنبي اهو، بس مش عارفه اصور عليه، فبمسك التليفون بايد وبصور بايد تانية، بشتغل قصدي بايد تانية يعني. تبلت الفرخه اهو، كتفتها. عايزه تاكلي احلى فراخ حي او جميله، تتبليها بالطريقه دي وتحت الجلد كده اهو، وتفككيها من بعضيها. بصوا بقول لكم انا بعين الجلد ده خالص، كل ده خالص بعينه اهو. بغسل تحتيه واخليه زي الفل، وتبلتها من كل حته. احط بقى ميه على البوتاجاز وهرجع لكم تاني. هحط بقى في الميه بصلايه وقطايه، ورق لوري، حبهان مستكه، شويه فلفل اسود. ايه تاني؟ بس كده. فرخه اتسلقت اهي. عندي بقى التتبيله اللي هعملها. انا قلت لكم انا هعمل غدوه بسيطه وسهله، انا مش عارفه اعمل ايه لغايه دلوقتي، بس الحمد لله رسيت على قلقاس. يا اما كنت هعمل ويكا يا اما قلقاس، بس رسيت ان شاء الله على قلقاس. عندي بقى التتبيله بتاعت الفرخه اللي هحطها في الفرن بعد ما اتسلقت. عندي فلفل اسود، بلح جوز الطيب، بابريكا، ملح، شويه شطه، ودي معلقه صلصه، وده عصير قوطه. هقلبهم كده في بعض واحط عليهم معلقه زيت وهدهن بيهم الفرخ. حطيت لها شويه زيت اهو، هدهنها بقى بالفرشه في كل حته في الفرخه وتحت الجناح وكله، وادهنها. عشان انا بقى عايزه اقول لكم التتبيله دي هتعملوا بيها الفراخ تحفه تحفه. واللي قايل لي على التتبيله دي بنتي الكبيره القرشانه، جت عملت لي الفراخ بالطريقه دي في رمضان، عجبتني قوي. ظبطت بقى الفراخ كده ودهنتها من كل حته بالتتبيله الجميله دي. هدخلها بقى الفرن. عايزه اقول لكم لو جربتوها بالطريقه دي مش هتعملوا غير كده، جميله، بتخلي طعم الفراخ حي او وبتبقى تحفه كده. طلعت القطايه اللي استلقت مع الفرخه، عصرتها وحطيتها في الشوربه، ودي شويه ليمون اهو. هسقط بقى القلقاس. القلقاس ده انا مفرزاه. بسم الله الرحمن الرحيم. متفرز مغسول وكل حاجه زي الفل. قطفت السلق اهو، كزبره، اخدت الورق بتاع السلق والورق بتاع الكزبره. طبعا انتوا عارفين منظر السلق اهو. ودي الكزبره اللي هي ايه، ورقتها اعرض من ورقه البقدونس بشويه اهي. وقشرت التوم اهو، وقطعت الفص الاتنين عشان اعمل بقيه القلقاس. هغسل بقى الخضره دي وانشفها واخرطها بالمخرطه زي الملوخيه. عملت الخضره بالمخرطه اهو. هصفيها بقى في المصفى، يعني هاخد الميه اللي فيها عشان احطها على القلقاس. الخضره اهي صفيتها من المصفى اهو. هحط بقى شويه الميه الخضره هنا كده اهو على القلقاس. حطيت حته سمنه كده هنزل فيها الخضره. نزلت الخضره اللي هي السلق والكزبره اللي انا خرطتهم وخيطت ميتهم. احط بقى شويه كزبره ناشفه. بسم الله الرحمن الرحيم. انزل كمان بالثوم. الثوم ده انا مقطعه الفص الاتنين عشان الثوم ده كبير يعني اهو. طلعت الفراخ من الفرن اهو. بصوا عظمه عظمه. خشوله بقى كده اهم.
وهم سخنين بايد الهون وههرسهم. اتهرس بقى خالص اهو. بصوا هفضيه بقى على القلقاس. حطيت السلق على القلقاس اهو. خلاص يغلي بقى غلوه كده واطفي عليه. وخلص الفيديو بتاعي. عايزه اقول لكم من اغرب الفيديوهات اللي انا عملتها الفيديو ده. انا لغايه ما تبلت الفرخه وسلقتها وانا مش عارفه اعمل ايه، لان انا ما باكلش فراخ بيضه وابني ما بياكلش فراخ بلدي، وانا مستنيه فرخه بلدي عشان اعملها ليا او اعمل حتى نصها، ومش هقدر اعمل من غير ما اعمل له هو ياكل. بصوا القلقاس عامل ازاي. كان ما بين بقى ان انا اعمل ويكا، انا ما عنديش متفرز في التلاجة الا غير خضار وقلقاس وحاجات زي كده وبسله، وعندي باميه، لكن ما عنديش خضره، انا مش بفرز خضره. بعت اجيب الكزبره جابوا لي شبت، وكان يوم جميل يعني، بس الحمد لله عدى. عملت الفراخ لنفسي اللي هي البلدي في الفرن، وادي الفرخه البيضه. يا رب يكون الفيديو عجبكم حبايبي. بصوا القلقاس عامل ازاي زي الزبده. القلقاس ده انا مفرزه اهو، وده ليمون انا كنت عاملاه من رمضان اللي هو الليمون الاخضر بس. وعملت رز ابيض وعدى اليوم الحمد لله. اتفضلوا معانا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش كلامكم الجميل ليا ولايكاتكم الحلوه. اشوفكم على خير يا احلى عيله في الدنيا. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.